في وسط السنه جبت ثاني قانون قال لك ما يسمحلناش نعيطوا اللاعب يلعب في الفريق الوطني تاع الاكابر يلعب في القسم الاول، وغادي معسكر كان في القسم الثاني. هذا فات يعني بعد سنه 78 اتصل بيا السيدة عمارة سعيد المدرب تاع أنا في سعيدة، اتصل بيا وتفاهمنا أنا وياه يعني وحضرت معسكر. كان كروم تاعنا اللي نلغوا عبد الكريم كروم اللي راه في محمديه، كروم بوبول، هو اللي قال لي راه شاف واحد الولد في لاسامباك تاع معسكر اللي عنده امكانيات تكنيك باهيه. هذاك هو ذاك النهار رحت تفرجت وشت باللي الولد في الصغر نتاعه عنده هالامكانيه التكنيك وعنده تفكير كبير في اللعب تاع كره القدم. من ذاك الوقت راك عارف كنا نتبعوه بصح كل خطره وين ما كنا نتلاقوه حتى وصلت لكاتيجوري جونيور. تحكينا مع سكان محمد ومخلوفي وفهمناه باللي عندنا واحد الولد اللي بالك في القوه البدنيه ماهوش عاجب بروحه، بصح ولد اللي قلنا شويه نقربوا عليه خاطر لقيناه باللي ولد اللي نجم من تالي في الكبر نتاعه يولي زعما لعاب ممتاز. سمعت باللي الاخضر كان مولي المعسكر من كان يلعب في القميص مليانه. انا قلت انا ماذا بيا لو كان هذا الولد، خاطر لقيته هاك عارف الولد اللي كان يخصني في الرقم في الهجوم في الرقم زعما نمرو 10، خاطر الولد لقيت عنده تربيه، الولد عاقل ويحب الكره، وثاني لقيته باللي الولد زعما ينجم يفوت هذيك الدرجه اللي راه عاد كان فيها في معسكر. جيت سنة 78 جا الوقت تاع الخدمة العسكرية، قالوا لي في المدرسة تاع بني مسوس، روحت يعني وفاني جبت القانون كي ديك السنة جبت القانون ما يسمحليش نلعب مع فريق غالية معسكر ولا نفط وهرم مولودية نفط وهرم. كنت يعني خممت ولعبت مع مولودية نفط الجزائر، وفي هذيك السنتين يعني كانت نتائج إيجابية عندي. يعني لعبت في كأس أفريقيا للأندية يعني وصلنا ربع النهائي، يعني كان هذه نتيجة إيجابية. وكذلك في تاع سبريت كان عندنا ميداي تاع برونزية. يعني كنت يعني السوي تاعي دائما نرجع إلى غالية المعسكر. بعد سنتين في 81 نجحت سهل لي القانون بأن نرجع غالية المعسكر. يعني رجعت كما كالفرق الأخرى يعني كالمولودية وهران أو مولودية الجزائر، يعني غادي كيفهم في اللاعبين كيف ما فيش فرق بيناتهم. الحمد لله أنا أونطريني معهم. ولليوم راه عاد مخصوص في قوه بدنيه في الكاستيون كاستيون سيرتان فيلوسيتي. حاجه ثاني خاطر هذا الولد ومن ما راه يلعب راهم ماك عارف يديروا له لعاب ولا زوج يخسروا له اللعب تاعه، وكما شفنا مع الحراش بالك المدرب تاعهم ما عطاش حتى امر، بصح اللعاب بالخوف خاطر الاخضر كان لعاب كبير عليه، دار حاجه اللي ما تعجبش في كره القدم. هذاك هو انا طلبت باللي الاخضر ماذا بيه يخلوه لليوم. انا على شوفتي هذا الولد لفت الفريق الوطني سك عنده بلاصته، وهذاك الولد انا منين شفت كيما هكا قلت تمنيت له وربي وكما يقولوا حدنا هنا رجال البلاد عاونونا شويه بهذا الولد نجح. بصح كاع هكا كيما راني نشوف الاخضر على شوفتي كيما راه داير يليق له لا كانش مع الفريق الوطني والا مدرب نتاع الفريق نتاعه يزيد يخدمه ان بو بلو دور. خاطر انا الايامات الاولين كنت خايف عليه في وهران، كنت نقول هذا الولد غير هو يبغي غير التكنيك، دروك لو كان نزيدوا له شويه القوه البدنيه بالك شويه يبرد. مزيه ما بردش، بصح انا جو سوي سور سارتان لو كان يبغوه يزيد ينجح خاطر انا على شوفتي راه في 70% والا 80% على بالو ملي نجم يعرف باللي يوصلها. الور انا على شوفتي لا كانش كونساي نعطيه اون بتيت سوجيستيون بلوتو à son entraîneur ولا كيسموه de lui faire travailler sa vélocité, sa vitesse et sa force de pénétration، خاطر الحوايج الاخرين كاع يعرفهم الاخضر وينجم يفوت هذا الدرجه اللي راه فيها.
وشنو هي أهم نتيجة اللي تفتخر بها، اللي تذكرك مثلا في أي مقابلة أنت ربما سجلت هدف، أو تتذكر النتيجة اللي تعتز بها أنت، سواء على مستوى الفريق الوطني أو على مستوى فريق من الفرق اللي لعبت فيها؟ يعني كاين زوج نقط ما ننساهمش. يعني النقطة الأولى مع فريق مولودية العاصمة، كنا نلعبوا ربع النهائي يعني مع بيجون هذاك في ملعب 20 أوت. الدقيقة الأخيرة يعني كنا كنا رابحين 2-1، لازم نربحوا 3-1 باش نتأهلوا الربع النهائي. الدقيقة الأخيرة يعني سجلت الهدف يعني رائع، يعني هذا كاع ما ننساش لحد الآن. النقطة الثانية هي تاع مع الفريق الوطني الجزائري في الألعاب الأولمبية في موسكو. كنت نسجل هدف تاع التعادل مع اسبانيا، هو الهدف هذاك اللي ساهمنا به تأهلنا الربع النهائي. يعني أول فريق العربي، أول الدولة العربية اللي تأهلت للربع النهائي للألعاب الأولمبية. وهذاك يعني عندي ذكرى مليحة، يعني طاوني في ذاك المباراة طاوني له ذكرى ما زالت عندي. يعني فيه ذكرى أخرى يعني تاع الأهداف اللي كنت نسجلها في نيجيريا وفي قسنطينة. الهدف الأول يعني اللي كنت نفتح به هو الهدف الأول اللي كنت نفتح به باب التسجيل في قسنطينة، وكذلك بمساعدة الرفاقية طبعا. وقسنطينة فانيل يعني كان الهدف يعني كان متساويين كيف يعني كنت نحل بهم باب التسجيل. الهدف اللي سجلته في ليغوس والهدف اللي سجلته كذلك في قسنطينة تقريبا بنفس الطريقة. طبعا بمساعدة رفاقي. يعني الطريقة اللي كنت نسجل بها في نيجيريا هي الطريقة اللي سجلت بها في قسنطينة. وفيما يخص الأهداف منذ حياتك الرياضية، منذ ما بديت من سنة 73 نظن، تقريبا شحال سجلت من هدف؟ يعني من سنة 73 لحد الآن 81. مع السنباك كنت نلعب 3 سنوات، كنت ماركي يعني 30 هدف. بعد ما رحت للخميس مليانة سنة واحدة 10. بعد ما رجعت للغالي المعسكر عام واحد كنت نسجل 24. بعد رحت المولودية تاع نفط وهران كنت نسجل 11 هدف، وكنت أحسن هداف في الوطني في هذيك السنة تاع 78. بعد ذلك رحت للمولودية نفط وهران نفط العاصمة عفوا 4 أهداف. بعد ما رجعت العام يعني الغالي من ضمن 14 هدف مع مولودية نفط العاصمة. 14 هدف مع مولودية نفط العاصمة. كذلك كنت نسجل 3 مع فريق الوطني العسكري، وكنت نلعب معه يعني 3 مباريات يعني. ورجعت للمعسكر لحد الآن ماركي 3. ومع الفريق الوطني يعني الأكابر كنت نسجل 15 في مباراة دوليين طبعا. يعني في الجمع كان 110 أهداف لحد الآن يعني. وش رأيك في الجمهور بصفة عامة، الجمهور الجزائري؟ يعني ما فيش مشكل مع الجمهور. أنا يعني شخصيا أو سواء في وهران أو قسنطينة أو في الجزائر العاصمة يعني ما فيش مشكل. دائما يعني معايا يصدقوني يشجعوني، وأنا فاني ذلك ما نعرفش نحبهم يعني ما فيش معهم مشكل يعني. الآن بلومي أصبح أحسن رياضي إفريقي بالنسبة لسنة 81، وكذلك أصبح أحسن رياضي جزائري بالنسبة لسنة 81. يعني هذا القرار يعني هما داروا وحدهم، يعني على حسب النتائج اللي عندنا طبعا كذلك بمساعدة كل اللاعبين تاع الفريق الوطني الجزائري أصبحت هذه النتيجة عندي يعني. هذا ثاني كاين النقطة الثانية اللي يعني نتكلم عليها بفضل الإصلاح تاع الرياضي يعني لا ريفورم، هي اللي زادتنا في هذا النتائج اللي تحصلنا عليهم تاع يعني تاع اللقب تاع افريقيا وتاع تأهلنا لكأس العالم، ومازال في كأس تاع افريقيا بليبيا، وكذا فريق تزوج ولا يعني كأس افريقيا ديال البطلة. كلها نظن نتائج مشرفة، يعني كلها نتائج مشرفة. وكما قلت يعني اللقب تاع افريقيا هذا ماشي اللي يعني كل جميع اللاعبين ويعني الجزائر كلها يعني الأمنية الأخيرة هو يعني
نكونفيرمو تاع التأهل لكأس العالم نكونفيرمو في ليبيا ندخل يعني ميداي دور. ونطلب من الشعب في اسبانيا يكون كثير، ونظن الجمهور يعني يروح اسبانيا كثير، ونظن هكا نفرحوا بان نلعبوا يعني مقابله حسينه بان نروح للامام. نظن يكون الشعب كثير بزاف، لأن الجمهور تنتظر منه الكثير بالنسبة للتشجيع وكذا. أيوة كي يكون الشعب كثير يعني احنا بالشجاعة تاعه. ونزيد كان العرب تما كيما الكويت، كان فريق الكويت عربي يعني نصبوا العرب الاخرين تما يساعدونا، نديروا مقابلات يعني بان بليهم يعني نفرحوهم. جميلة بلومي مسجل الهدف الأول في لاغوس. بلومي متقدم في منطقة الفريق النيجيري كما حلقة بل زيدان ناحية الوسط حيكون بلومي من بعيد وأجل هدف جميل، هدف رائع من طرف بلومي حقيقة ثنائي جميل. زيدان بلومي وبلومي مباشرة أرضيا. شوفوا الإعادة زيدان راوغ أحد المدافعين يمرر كورته ناحية بلومي يدخل منطقة الأمطار ومن بعيد يقذف ويضاغط. وعساد ايوه مرة الكرة نتاعو لعساد بلومي عساد وبلومي لا يسجل بلومي حقيقة يسجل بلومي الهدف الثالث. وإلى جانب كرة القدم يهوى الشاب بلومي الأخضر كرة السلة التي يفضلها عن الرياضات الأخرى، فمنذ صغره باشر التدريبات مع زملائه في الحي حتى أصبح من ألمع وأبرز الممارسين لهذه الرياضة التي ساعدته بقسط كبير باكتساب قامته الحالية، واستفاد منها لتبعث فيه روح الأناقة والرشاقة والجدية وبعض المميزات البدنية التي كان في بداية حياته الرياضية في أمس الحاجة إليها. يعني استفدت منها كنت صغير، كانت عندي قامة يعني غير حسنة كسور يعني هي اللي ساعدتني بهذا تحت قامة طويلة. نوزن الآن القامة تاعي متر 78 وبفضل يعني كرة القدم استفيد بكرة السلة. لحد الآن يعني ما تركتهاش، دائما بعد التدريب تاع كرة القدم أنا راه نجي هنا دائما السوري هذا الحومة تاعي يعني نلعب فيه.